بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اهلا بكم يا حبايبي. النهارده عندنا كوارع عندنا كابوريا لو انتوا شايفين كده. احنا طبعا اتعلمنا ازاي ننضف الكابوريا من المره اللي فاتت. اللي ما عرفش بقى اقوله تاني، ان احنا بنجيب الكابوريا نحطها في ميه ساقعه ونحط معلقه خل ونعصر ليمونه. الكابوريا كده بتنزل كل حاجه فيها، لو كان فيها مثلا رمله اي حاجه اي شوائب بتنزلها. وبعد كده بقى تبقى بالشكل ده. عايزين بقى نعرف الكابوريا كويسه من الكابوريا اللي هي النتشي من الدكوره، لان طبعا النتشي احلى من الدكوره، تبقى مدوره. بصوا واخده تدويره كده، دي تبقى نتايه. لكن الدكر بيبقى طويل شويه، لكن دي بص مدوره ازاي. طبعا الكابوريا كل ما كانت متوسطه زي دي تبقى احلى. الكبيره بتبقى يعني عظم كده. وطبعا ده بقى بيبقى ايطالي جميل جدا لما بيتشوح. ده كله بيبقى فيه لحم على فكره، ده كله لحم. شوفوا كلها مدوره ازاي، لانها نتش مش ديكوره، والغطا بتاعها متشال ومتنضف كل حاجه. بصوا، وكل ما كان فيه كمان اصغر من كده حلوه برضو، لان احنا هنعملها شوربه سي فود. هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نعصر بقى ليمونه كده عشان الريحه بتبقى جميله واحنا بنشوحها. بعد كده هنجيب الحله، طبعا فيها معلقه زبده، معلقه واحده بس زي ما انتم شايفين كده. واول حاجه هنحط الكابوريا، معلقه زبده بس كده. هو نسمي الله، بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل السلام. طبعا الوجود دي برضه نحط الرز كلها. طبعا الكابوريا كده تقريبا كده كل شويه بالحله كده، عشان طبعا الحجم ده مش هينفع معاه معلقه ولا شوكه ولا كبشه ولا اي حاجه. طبعا احنا اثناء ما هي على النار كده بقى نحضر الحاجات اللي هي هتتحط في طبعا احنا ضايفين هنا 2 طماطم، وهنا شويه جزر، قرن فلفل اللي حابب، فلفل حراق اللي حابب، فلفل رومي اللي حابب، بصل، وفصين بس حبهان، بيدي نكهه وطعم جميل جدا للشوربه. كل شويه نعمل كده. بص اللون بتاعها ابتدى يبقى برتقاني. بصوا ابتدى اللون بتاعها يتغير ويبقى اللون البرتقاني ده. اول ما تغير اللون بتاعها نبتدي نحط عليها المكونات بتاعتها. اللي هو بتاع الحبهان دول هنحطهم هنا كده، عشان بس التشويح بتاعها. بصوا اللون بدأ يبقى جميل ازاي كده، اللون اللي هو البرتقاني دوت. بصوا هنحط بعد كده الجزر والبصل والفلفل الاخضر، وعندنا كده بصلايه كمان خضره تبقى حلوه قوي. البصل الاخضر ده برده فيها ده كله كده.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لعلمك احنا كل ده حاطينه على نار هادية، مش معليين النار خالص. ريحة جميلة جدا. طبعا الحاجات دي في الشتاء جميلة جدا، بتدفي وبتعمل مناعة للجسم، والأسماك حلوة جدا. المفروض على الأقل مرة في الأسبوع نعمل أكل السمك. بتفيد والله الجسم. كده خلصنا كل الحاجات اللي احنا حطيناها، الجزر والفلفل والبصل. وهنحط ايه؟ معلقة ثوم، معلقة ثوم مهروس، اجيبها بس كده ايه عشان تتوزع على كل الحله. بصوا لونه جميل ازاي، تحفه. بصوا اخر حاجه نحط الطماطم اللي احنا بشرينها. نوزعها كده برضو، نحط ايه كده. ريحه الثوم مع البصل مع التوابل دي كلها ريحه جميله. شمه. بصوا بقى سهله جدا. طبعا ممكن بقى تحطي اي حاجه انت عاوزاها. لو عندك جمبري ممكن تحطي مع الكابوريا، سبيت، حبار اللي هو نجيبه ونقطعه كده صوابع، يعني اللي هو اي حاجه، اي حاجه تخص الشرب يعني تحطي. مثلا ممكن تجيبي سمك فيليه كده وتقطعيه مكعبات تحطيه مع الشوربه، ده جميل برضو. يعني الشوربه بتاعت السفود دي حطي فيها اي حاجه انت بتحبيها تعمليها شوربه. ممكن يكون احنا عاملين النهارده كابوريا بس، ممكن يكون كابوريا ومعاها جمبري، او ممكن ما فيش كابوريا خالص ويبقى الجمبري بس، او مثلا اي حاجه. بصوا شكلها بقى عسل ازاي، اللون جميل جدا. نحاول نعلي شويه بقى كده النار بقى كده، علينا النار. كل اللي احنا عملناه ده كله كانت النار واطيه عشان ناخد حقها في الروايح والحاجات كده على الهادي احلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هي ليها فوائد كتير جدا، خطيره يعني، واكله كده يعني مش اي حد ياكلها. الناس اللي ليها مزاج في الاكل بس اللي بتاكل الكابوريا. كده ايه، طبعا ريحه الثوم مع البصل جميله. كل ده على الهادي خالص. طبعا في ناس بتحط بقى كريمه وكده، لكن احنا لا، احنا عاوزين كده شوربه كده ايه بالنكهات الجميله بتاعت البصل والجزر والفلفل. طبعا اول ما ايه نخليها كلها بقى يعني كده استوت كده، طالما غيرت لون يبقى داخله في السوا يعني شبه مستويه. احنا اول حاجه نعملها ايه بعد بقى ما نلاقي الدنيا كده بقت جميله والروايح باينه كده، نجيب بقى ايه ميه مغليه. ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بصوا بقى مية مغلية كده،
كده ايه خلصنا. نسيبها بقى مع نفسها كده على النار كده ايه شوية، يعني مفيش 10 دقايق كده، وايه وندفع عليها كده. الكابوريا طبعا دي الشوربه زي ما انتم شايفين، الشوربه هي ريحتها بقى طبعا وشكلها زي ما انتم شايفين جميله جدا، وطعمها خطير. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتبعتوا لي في التعليقات الطعم عامل ايه. شوفي اللون جميل ازاي. يا ريت تجربوا الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، ان شاء الله باذن الله تبقى كويسه. واللي عنده طريقه تانية برضو يكتب لي ويقول لي على الطريقه، كلنا نعلم بعض، وان شاء الله باذن الله نستفاد كتير قوي من بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.